انا مش مصدق نفسي ان جه يوم زي ده. يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك على فيلم سوبرمان الجديد بدون اي حرق. وانا حقيقي مش مصدق ان جه اليوم اللي هريفيو فيلم البطل الخارق المفضل. يعني كثيرون حول باتمان قليلون حول سوبرمان، بس من وانا صغير وبطلي المفضل الخارق هو سوبرمان. الفيلم مليان مفاجآت فعلا يا حبيب اخوك، وانت اكيد خبطت في فيديوهات كتيره بتريفيو الفيلم وانت بتقلب على السوشيال ميديا. بس انا باكد لك يا حبيب اخوك ان الفيديو بتاعنا ده هو الفيديو الادق والاشمل والاعم في الكلام على فيلم سوبرمان، لان الفيلم ده كان مرهق جدا. ومش مرهق معنى ان هو وحش، لا، هو كان مليان تفاصيل واحداث لازم اركز فيها وانا بتفرج. فسواء كان من التفاصيل او الاستر ايجز اللي فيه كانوا كتير ومرهقين بجد. واول مفاجاه معانا في ريفيو النهارده اني عمري ما كنت اتخيل ان هيجي اليوم ويعجبني فيه فيلم لجيمس جان، لان انا بجد مش بحب جيمس جان ولا بحب اسلوبه الاخراجي. بس الفيلم ده لا، الفيلم حلو جدا. ولذلك يا حبيب اخوك خليني اقول لك الريفيو بتاع النهارده هيمشي ازاي. انا في الاول هريفيو الفيلم وهتكلم على شويه تفاصيل فيه، وطبعا بدون حرق، وكل اللي هقوله هيكون اوريدي موجود في التريلر او اتقال في الانترفيوز بتاعت الفيلم. وبعد كده هنوصل للتقييم ونجاوب على اهم سؤال: مين هو افضل سوبرمان؟ هل هو هنري كيفل بتاع زاك سنايدر ولا ديفيد كورنسويت بتاع فيلم سوبرمان 2025؟ واخر فقره هتكون موجوده معانا وهي فقرتي المفضله دائما وابدا، وهي فقره الايستر ايجز. والفقره دي هتكون مخصصه للناس اللي شافوا الفيلم بس وعايزين يعرفوا تفاصيل اكتر عن الحاجات اللي ظهرت في الفيلم وممكن يكونوا ما خدوش بالهم منها او شويه تلميحات. ودلوقتي خلينا نبدا الريفيو. فيلم سوبرمان هو عباره عن لغم كبير لانه مليان بكل حاجه، يعني شخصيات كتير تلاقي، استر ايجز تلاقي، اسقاطات سياسيه تلاقي، كاميوس تلاقي، يعني بص كل حاجه موجوده. ودي كانت اكتر حاجه مقلقاني من الفيلم، ان ازاي كل العناصر المهوله والكتيره دي هيحصل بينهم هارموني، والنتاج الاخير بتاع الفيلم هيكون فيه تناغم هيخلينا نستمتع. ودي اهم نقطة انا هركز عليها وهتكلم فيها النهاردة اكتر من ان انا جاي ريفيو الفيلم فنيا. وخلينا نبدأ بقصة فيلمنا. قصتنا بتبدأ على كوكب الارض اللي قبل 300 سنة من احداث الفيلم بدأ يظهر فيه الميتا هيومنز او الابطال الخارقين. وقبل احداث الفيلم ب30 سنة جه الطفل الكريبتوني للارض اللي هو سوبرمان. وقبل احداث الفيلم ب3 سنين ابتدى بقى سوبرمان يظهر ويحارب الشر ويتعرف في كوكب الارض. وفي افتتاحية الفيلم بنشوف سوبرمان مضروب ومعمول معاه حاجات مش كويسة خالص من شخصية تانية خارقة اسمها ذا هامر اوف بوريفيا. وبعد كده بنعرف ان ذا هامر اوف بوريفيا ده هو الترا مان، وده بطل خارق عامله ليكس لوثر. وكل خطة ليكس لوثر بتتمحور حوالين انه يقضي على سوبرمان ويقتله. ومن هنا فيلمنا هينطلق في مغامرة مليانة شخصيات واحداث. وقبل ما اتكلم في تفاصيل اكتر، فانا عايز اتكلم في حاجة ممكن تلمسنا احنا بالذات كعرب وحتى الاجانب فهموها، ان فيلم بالحجم ده وبطل سوبرمان وطالع من شركة مشهورة وكبيرة واستوديو كبير زي استوديو دي سي، عمل احلى اسقاط على الصراع اللي بين اخواتنا الفلسطينيين والتانيين اللي ما يتسموش. لان سوبرمان اوقف الحرب اللي بين دولة اسمها بورافيا واللي هي حليفة لامريكا تاخد اسلحة من ليكس لوثر، وحتى رئيس الدولة دي شبه النتن. وعلى الناحية التانية الدولة اللي سوبرمان دافع عنها اسمها جورهامبور، والبلد دي كانوا اهلها معهمش اي اسلحة يحاربوا بيها ولا يصدوا العدوان بتاع بورافيا، فكانوا بيحاربوا بالطوب والعصيان. ودي كانت واحدة من احلى الحاجات والاسقاطات اللي حصلت في الفيلم عموما. دلوقتي خلينا ندخل في تفاصيل اعمق شويه. الفيلم بتاعنا ده هو مش فيلم اوريجين بالمعنى الحرفي او بالمعنى اللي انت عارفه، يعني هو مش بيقدم ازاي كلارك كينت بقى سوبرمان، ولا بيقدم اول مره بيطير فيها ولا الحاجات دي. الفيلم بياخدك من ايدك يرميك في نص الاحداث، فانت بتلاقي ان سوبرمان معروف وعارف يستخدم قدراته ازاي، وهتلاقي في فرقه اسمها الجاستس جانج، وليكس لوثر عنده ابطال خارقين صانعهم. هو انتوا مين يا رجاله وبتعملوا ايه؟ بس احب اطمنك ان انت لو مش فاميليار بكل الشخصيات دي فعادي، سيب نفسك لفلو الفيلم وانت هتفهم كل اللي انت محتاج تفهمه. انت يمكن بس ما تلقطش الايستر ايجز وكم حاجه كده بين السطور. بس بصراحه يعني يا حبيب اخوك عمو نرد افلام ما يهونش عليه انه يسيبك كده. ولذلك انا جاي اقول لك مين الشخصيات اللي ظهروا حسب ظهورهم في التريلر، ومش هحرق اي حاجه. اولا، مين هم الجاستس جانج حسب ما جرين لانترن قال؟ هو في الحقيقه هم مش الجاستس جانج، هم الجاستس سوسايتي اوف امريكا، ودول اول فرقه ابطال خارقين
خارقين ظهرت في تاريخ الكوميكس، بس هم لسه ما تسموش الجاستس سوسايتي اوف امريكا في عالم الدي سي يو اللي هو عالم الافلام، واسمهم لسه الجاستس جانج. طب حسب التريلر مين ظهر من فرقه الجاستس سوسايتي اوف امريكا؟ هو ظهر بالظبط 3 شخصيات، خلينا نتكلم عنهم. واول شخصيه معانا هو الجرين لانترن جاي جاردنر. يمكن هو وسط الجرين لانترنز مش مشهور لانه قديم شويتين، وغير كده هو شخصيته في الكوميكس مختلفه عن كل شخصيات الجرين لانترن. يعني هو في الكوميكس عصبي ومتهور ونرجسي وصريح زياده عن اللزوم، وكل الصفات دي كانت موجوده في الشخصيه اللي ظهرت في فيلمنا، ولذلك الجرين لانترن اللي انت هتشوفه في الفيلم هو حرفيا مطابق للكوميكس. وتاني شخصيه معانا وهو يمكن تاني اهم شخصيه في الفيلم بعد سوبرمان وهو مستر تريفيك. وفي الفيلم ما اتشرحش هو بيعمل ايه، انت بتبقى باصص اللي بيعمله وبتقول الله ايه الحلاوه دي، عملت ايه بقى؟ فهو يمكن قدراته مش مفهومه شويه، بس انا دلوقتي هقول لك يا حبيب اخو، مستر تريفيك من اذكى 3 شخصيات في عالم دي سي. يعني يمكن هو بيتنافس مع باتمان وليكس لوثر على لقب الاذكى، واسمه الحقيقي هو مايكل هولت، وهو رياضي وعالم ومليونير. طب ايه قدراته الخارقه اللي مش مفهومه دي بقى؟ قدراته ان هو عنده حاجه اسمها التي سفير، والكور دي هو بيقدر يتحكم فيها، والكور دي هي بتقدر تعمل كل حاجه حرفيا، يعني تعمل تفجيرات وتخترق اجهزه وتقدر تخليه يتخفى، ويقدر يستخدمها كدرع وحمايه ليه. ده غير انه من غير التي سفيرز برضه هو لسه خطير لان هو متدرب على كل المارشال ارتس، ولذلك وجود مستر تريفيك في الفيلم وفي العالم كله هو كان محوري ومهم. وتالت شخصيه معانا وهي اكتر شخصيه معقده وقصتها طويله في الكوميكس هي هوك جيرل. احنا مش هنحكي قصتها كلها، بس كل اللي هقوله لك عنها انها محاربه قويه وعندها اجنحه تقدر تطير بيها، وغير كده عندها رؤيه حاده زي صقور. وعلى ذكر بقى الشخصيات، في التريلر ظهر واحد كده لابس اسود في اسود زي عمو نرد افلام، تقولش بلاك نوار بتاع ذا بويز. والشخصيه اللي ظهرت في التريلر ده هو الترا مان، وده النسخه الشريره بتاعت سوبرمان، زي النسخه كده اللي ظهرت في مسلسل سوبرمان اند لويس. بس الاوريجين بتاع شخصيه الترا مان اللي ظهر في فيلمنا مختلف عن كل القصص اللي فاتت، وانا طبعا مش هحرق لك ايه هو. احنا كل ده كنا بنتكلم حوالين كل شخصيات الفيلم، بس لسه ما قربناش من بطلنا الرئيسي وهو سوبرمان اللي وشه كارف يوسف عثمان في البوستر كده. شوف يا حبيب اخوك، نسخه سوبرمان اللي في الفيلم دي هي النسخه الكلاسيكيه البحته من سوبرمان الكوميكس، يعني ده سوبرمان فيرجن 1 في الكوميكس، اللي هو الخير والسذاجه المطلقه في شخص المفروض انه اوفر باورد اصلا. وطبعا هتواجه سوبرمان المعضله الاخلاقيه اللي بتواجه كل نسخ سوبرمان، اللي هو هل ده فضائي شرير بيعمل الخير لسبب ما، ولا هو فضائي بس شخصيته بشري طيب واطيب من الفنان عبد الرحمن ابو زهر. والفيلم بصراحه تناول المعضله دي بشكل رائع. طب هو ليه الفيلم اظهر سوبرمان بشكل ضعيف، وليه جيمس جان كان قاصد انه يعمل ده؟ جيمس جان كان قاصد انه يبدا الفيلم بسوبرمان وهو متداس عليه عشان يكسب تعاطفنا كمشاهدين، وعشان يبين لنا ان سوبرمان لسه ما وصلش للفول باور بتاعته، وانه لسه في اول رحلته. وفي نفس الوقت عشان ضعف سوبس ده هيسيب مساحه كبيره للجاستس جانج وباقي الابطال ان هم يتالقوا في الفيلم، يعني زي ما شفنا كده الجاستس جانج واخد مساحته وزياده والله. بس قصاد كل ده فسوبرمان الخط الدرامي بتاعه يكاد يكون معدوم، يعني الاحداث الدراميه المؤثره هشه جدا. وكنت برضو خايف من اسلوب جيمس جان الاخراجي، واني الاقي نكت كتيره دمها تقيل والفيلم يتحول لكوميديا هزليه كعاده كل افلام جيمس جان، بس ده ما حصلش بصراحه. والكوميديا في الفيلم ما كانتش كتيره، وحتى الافيهات اللي اتقالت كانت لايقه على الشخصيات اللي قالتها، فانا تمام يعني. وعلى ذكر سوبس فاحنا لازم نجيب سيره لويس لين، يعني يا رب رزقنا لويس لين. ولويس لين شخصيتها في الفيلم ده هي مختلفه شويتين، فهي تعتبر المرايه الاخلاقيه لسوبرمان وبتكويستشن كل حاجه هو بيعملها، وده بصراحه كان ات سام بوينت كان شيء مزعج جدا بالنسبه لي. فيعني رايي الشخصي دي اسوأ نسخه من لويس لين انا شفتها في حياتي. وعلى ذكر السلبيات في الفيلم فيمكن لويس لين هي اول سلبيه في الفيلم، بس اكبر واهم واوحش حاجه سلبيه في الفيلم هي مشاهد الكلوز على وش الابطال الخارقين وهم طايرين، سواء هوك جيرل او سوبرمان. مشاهد الكلوز دي خلت وشوش الابطال شكلها يضحك وعبيط قوي. ليه حد ممكن يعمل كده يا عم جان؟ نرجع بقى لايجابيات الفيلم، واحده من الايجابيات دي هي الموسيقى التصويريه، يعني ثيم الفيلم كله متاثر بسوبرمان النسخه القديمه بتاع كريستوفر ريف. كذلك اغلب الموسيقى التصويريه في الفيلم هي عباره عن زي ما تقول كده ريميكس او ابديت للموسيقى القديمه، والفيلم كله الوان ومشرق، فالمزيكا واخده الطابع البطولي والملحمي. بص يعني هي كل حاجه في الفيلم هي عباره عن انها تيبيكال سوبرمان النسخه الاوليه بتاعه الكوميكس. وطبعا لازم نتكلم على البدله والكلوت اللي فوق البدله. تصميم البدله مستوحى من كوميكس نيو 52، بس جيمس جان حب يحط اللمسه بتاعته كده ويخلي طابع البدله كلاسيكي
كلاسيكي اكتر، فراح ملبسه الكلوت فوق البدله تاني. وانا الحقيقه ما عنديش ادنى فكره ايه لازمه الكلوت في الموضوع يا عم جن، بس في نفس الوقت ارجع واقول لك ان كل حاجه في الفيلم لايقه على الثيم بتاع الفيلم. يعني الفيلم ده ما ينفعش بدون كلوت بصراحه. واخر حاجه هنتكلم عنها وهو ليكس لوثر، واللي عامل دوره الممثل نيكولاس هولت، ويمكن هو اكتر واحد عمل اداء تمثيلي محترم في الفيلم، وقدم مستويات تمثيليه ما قدمهاش اي حد من الممثلين اللي في الفيلم نهائي. وجيمس جان وصف شخصيه ليكس لوثر ان هو ساحر في العلم، وده اللي ظهر لنا في الفيلم فعلا. يعني ليكس واخد الطابع الكلاسيكي من حيث المظهر والشكل، وغيرته من سوبرمان هي طفوليه جدا، بس ذكائه واختراعاته كانوا فعليا مبهرين. لان من غير ليكس لوثر في الفيلم ما كناش هنشوف كل العقبات اللي واجهت ابطالنا دي، فليكس لوثر هو المحرك الرئيسي للشر في الفيلم بتاعنا. واخيرا الفيلم فيه 2 بوست كريدت سينز، هم مش كبار بس حلوين، فابقى شوف. ودلوقتي ندخل في التقييم، وتقييمي لفيلم سوبرمان هو 7/10. فيلم مسلي وكلاسيكي جدا، وانا بصراحه ما كنتش متوقع ان هو يعجبني، بس فعليا الفيلم حلو وريكومندد جدا ان انت تشوف. ونصيحتي ليك سيب نفسك لفلو الفيلم وانت هتفهم كل حاجه وهتنبسط. والفيلم هو يعتبر انطلاقه ممتازه لعالم دي سي يو الجديد اللي هو عالم جيمس جان، لان الفيلم نجح على المستوى النقدي ومستوى الايرادات. ودلوقتي نوصل لاهم سؤال في حلقتنا، مين هو سوبرمان الافضل؟ نسخه سوبرمان ديفيد كورنسويت ولا نسخه سوبرمان هنري كيفل؟ شوف يا حبيب اخوك، الاتنين اذواق مختلفه ونسخ مختلفه، وكل حاجه هي لايقه في حتتها. يعني مثلا سوبرمان ديفيد كورنسويت هو عاطفي ومتفائل ولسه ما اكتشفش كل قدراته، ويعتبر هو نيبور فريندلي ومندمج مع الناس وبيرمي جوكس، والاهم بيلبس كلوت فوق البدله. اما نسخه سوبرمان بتاعت هنري كيفل فهو متقن لكل قدراته وظلامي شويتين 3 برغم انه رمز للامل، بس مش هتلاقيه مثلا بيرمي جوكس وعنده هيبه اكتر. والاختلاف الجوهري ان ديفيد كورنسويت شخصيته لسه بتتطور ولسه في بدايه رحلته، اما هنري كيفل فكان بيتبصله على انه جد ورمز للعدل والانتقام. اما بالنسبه لراي عمو نرد افلام بقى، فانا كل مره هفضل فيلم مان اوف ستيل بتاع زاك سنايدر عشان الفلسفه اللي فيه والمزيكا بتاعت هانز زيمر الملحميه وكل التفاصيل والرمزيات اللي فيه، بالنسبه لي مش هيجي زيها تاني. ويمكن بس الفرق الكبير برضو ان ليكس لوثر في فيلمنا ده بتاع 2025 هو النسخه المتطوره والاخيره من ليكس لوثر اللي هو خلاص طلع كل اسلحته وحالق اقرا. اما نسخه ليكس لوثر بتاعت عالم زاك سنايدر هو ما وصلش للمرحله دي غير في الكريديت سين بتاع فيلم جاستس ليج سنايدر كات، فهو كان لسه قدامه حبه على ما يبقى ليكس لوثر فعلا. وبالمناسبه انا يا حبيب اخوك، فيلم جاستس ليج سنايدر كات هو اعظم فيلم كوميك بوكس في التاريخ صراحه بقى، يعني نرد افلام يفجرها رسميا يعني. ولو بتتفرج لحد هنا يا حبيب اخوك فانا بحبك وعايزك تنزل تعمل لايك لعمو نرد افلام. ودلوقتي نوصل لفقرتي المفضله وهي فقره الايستر ايجز، لان زي ما قلت لك الفيلم مليان تفاصيل، والفقره دي مخصصه للي شافوا الفيلم بس، فيعني يا ريت لو الراجل الايديتور ينزل لنا بالسبويلر اليرت نتكلم براحتنا بقى شويه يا حبيب اخوك، يعني مني ليك كده. اول ايستر ايج معانا هي الهول اوف جاستس، لما لويس لين راحت عشان تقابل الجاستس جانج شفنا انها راحت لهم للهول اوف جاستس، ودي ايستر ايج للجاستس ليج، لان الهول اوف جاستس هو مقر الجاستس ليج، واحيانا في الكوميكس كانت بتبقى مقر الجاستس سوسايتي اوف امريكا برضو عادي يعني. وده هياخدنا لتاني ايستر ايج معانا، وهو ان لما لويس لين دخلت الهول اوف جاستس شفنا في الفيلم زي جداريات كده مرسومه على السقف لابطال خارقين، ودول هم الجاستس سوسايتي اوف امريكا، واللي زي ما قلت لك من شويه ان دول اول فرقه ابطال خارقين في تاريخ الكوميكس. وحسب الكوميكس الفرقه دي اتعملت اثناء الحرب العالميه الثانيه، وحيث ان في الفيلم اتقال ان الميتا هيومنز موجودين على الارض بقالهم اكتر من 300 سنه، فده بنسبه كبيره اشاره ان الجاستس سوسايتي اوف امريكا هم موجودين او كانوا موجودين. والاهم بقى انه بيفتح الباب ان ابطال خارقين تانيين عمرهم طويل يكونوا موجودين، حاجه زي وندر وومن مثلا. وفي نهايه الفيلم شفنا كارا اللي هي بنت عم سوبرمان جايه تاخد الكلب بتاعها، والروبوت قال لسوبرمان انها بتروح لاماكن فيها شمس حمراء عشان قدراتها تقل فتقدر تسكر وتحتفل. وده حرفيا هي احداث كوميكس سوبر جيرل ذا وومن اوف تومورو، في تمهيد للفيلم اللي دلوقتي في مرحله البري برودكشن، وهو فيلم سولو لسوبر جيرل بعنوان سوبر جيرل ذا وومن اوف تومورو برضه. على مدار الفيلم بقى كان في اعلانات لبراندات من الكوميكس. طب ليه حاجه زي دي مهمه؟ لان البراندات دي مربوطه بشخصيات مشهوره في الكوميكس كانوا بيحبوها، فده 100% احتماليه لوجود الشخصيات دي سواء في الحاضر او هتبقى موجوده مستقبلا. من ضمن البراندات دي زيستي كولا، ودي اللي كان بيحبها النايت وينج ديك جريسون، وبسكوت شوكوز برضه وده اللي بيحبه مارشان مان هانتر، وحتى بيج بيلي برجر واللي
اللي كان مشهور في الأروفيرس. وكان في بقى لقطة سريعة كده والسكان بيهربوا من مدينة متروبوليس بسبب الدمار، وكانوا ماشيين بعربياتهم على الجسر، فكان موجود على الجسر يافطة كبيرة كده مكتوب عليها جوثم وسهم لقدام، وده شبه الكوميكس ان مدينة جوثم بتاعة باتمان قريبة من متروبوليس اللي هي مدينة سوبرمان. فاكر بقى حبيب اخوك إليمنت مان اللي هو الراجل اللي كان بيتلاعب بالعناصر ويقدر يحول اي جزء من جسمه لعناصر تانية؟ في الفيلم كان عنده طفل اسمه بيبي جوي، وده اللي انقذه سوبرمان. إليمنت مان يقدر يحول جسمه لعناصر، اما بيبي جوي بقى حسب الكوميكس فكانت قدراته انه يقدر يحول اي مادة تانية لاي عنصر تاني بعيدا عن جسمه، مش لازم يستخدمه اصلا. واتذكر برضو ان ماكسويل لورد هو اللي كان بيمول الجاستس جانج، وماكسويل لورد حسب الكوميكس هو ملياردير وذكي وكان طيب، بس بعد كده اكتشف ان عنده قدرات خارقة زي المايند كنترول وبقى شرير، بس لحد دلوقتي هو في عالم الدي سي يو وفي فيلمنا هو طيب. واخر ايستر ايج معانا وهي حاجة في اخر فيلمنا ان ليكس لوثر لما اتقبض عليه راح لسجن بيل ريف، وده السجن اللي بتديره اماندا وولر ومنظمة ارجوس، وده بيدينا احتمالية جديدة ان ليكس لوثر وهو في السجن ممكن يتعرف على شخصيات تانية وتبقى دي البداية الحقيقية لفرقة الليجند اوف دوم، ودي فرقة كل هدفها انها تدمر الجاستس ليج. بصراحة يعني يا حبيب اخوك في تفاصيل اكتر من كده بكتير وايستر ايجز من الكوميكس في الفيلم اكتر من كده بكتير، بس هي يعني تفاصيل صغيرة وانا حاسس انها طولت عليك، فاتمنى تكون انبسطت واستمتعت بالحلقة دي. وطبعا هتلاقي عمو نرد افلام على فيسبوك ويوتيوب وكل الحاجات اللي انت بتحبها دي، لايك وسبسكرايب بقى وابعت لاصحابك، وبس كده. السلام عليكم. قفل يا ابني.